السلام عليكم الأحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه مطبخ حسناء. اليوم غنشارك معكم كيك رولي بالكريمه ديال القهوه. عشاق القهوه ضروري تجربوه، غادي يعجبكم. غادي نعطيكم جميع اسرار نجاح الجينواز. غادي تولي من هذا الفيديو هذا تولي تصاوبي الجينواز في حال ديال المخابز بطريقه اللي سهله وبسيطه وبمكونات مضبوطه. ما نطولش عليكم بزاف، ندوز للمكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي 4 ديال البيضات اللي تيكونوا بدرجه حراره المطبخ، ضروري يكونوا بدرجه حراره المطبخ. الا كانوا في الثلاجه خرجيهم وديريهم في شويه ديال الماء اللي تيكون دافي باش يدفوا. هذه واحد النقطه باش ان البيض يطلع معكم ما خصوش يكون بارد، خاصو يكون بدرجه حراره المطبخ. الا كان كاع الحال بارد بزاف كديروا واحد القاميله من التحت يكون فيها الماء اللي سخون، وكتحطوا فوق منه ديك الاناء اللي غادي تخدموا فيه البيض وطربوه، غادي يطلع معكم، غادي يطلع مزيان. بالنسبه للبيض هنايا بالعبار هكا يعني بالغرامات كاين 200 غرام ديال البيض. المهم زيد غير واحد شويه. بالنسبه يعني الكميه 4 ديال البيضات اللي تيكونوا متوسطين، اللي دابا عندنا حنايا في المغرب بدرهم ونص العاديين. الا كان البيض صغيور ديروا 5 ضروري. بالنسبه لهنايا راني درت البيض كيف ما شفتوا، ضفت قبيصه ديال الملح ضروري تعدل لينا الذوق، وضفت واحد الكيس ديال سكر فانيلا. وهنايا كنبدا نضيف السكر تدريجيا. بالنسبه للسكر عندي 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال السكر. بالنسبه للعبار ديال كاس ديال العنبه اللي تيوزن 150 غرام، فراه تيكون فايت شي شويه النصف ديالو. فبالنسبه لهكا السكر ولا الدقيق فتقدروا تاخذوه يعني من الحانوت هكا، كتقولوا لي عبر لينا 100 غرام. بالنسبه للدقيق حتى هو غادي نحتاجو 100 غرام، يعني النواشف اللي غادي نضيفوهم سواء كان يعني غنديروا الكاكاو والدقيق، فبالمجموع بجوجهم غيكونوا 100 غرام. انا هنايا غادي ندير كيس ديال الكاكاو عفوا، فيه 7 غرامات، وضفت 92 غرام اولا مع 93 غرام ديال الدقيق، يعني بالغرامات داكشي مضبوط. وبالنسبه للكاس ديال العنبه اللي تيوصل 150 غرام فتيكون يعني كيبقى لكم واحد هكا صبعكم من الفوق يعني خاوي، ما كيكونش عامر حتى الفوق. هنايا كنطلع البيض مزيان كيف ما كتشوفوا، ضروري غادي تصبروا على البيض حتى يطلع. الا بغيتو هاد الجينواز هادي تنجح معكم ضروري البيض يطلع مزيان. ضروري كديروا هكا الطراب الكهربائي على اعلى سرعه وتطلعوا البيض مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو، يعني واحد 3 د المرات هكاك كيف ما كتشوف. انا نوريكم يعني كيفاش كيجي. شفتوا كيفاش كيجي؟ حيت الا فوتنا عاوتاني تطراب فراه ديك البيض غادي يخسر لينا، ما غاديش يعني عرفتش كيفاش نقول لكم. بحال كيعاود يهبط ملي كيطلع وكنبقاو نطربوا فيه غادي يعاود يهبط. صافي هنايا كنحيد الطراب الكهربائي وتنخدم غير بالطراب اليدوي اولا شي سباتولا هكا وصافي. صافي هنايا غادي نضيف النواشف. بالنسبه للكاكاو عندي هنا 7 غرام. انا ما بغيتهاش تجي يعني كحله بزاف، لا بغيتوها تجي كحله بزاف فكديروا 2 اكياس اللي هما 14 غرام. دائما باش تعبروا ديروا الكاكاو هو الاول في الكاس، عاد ضيفوا الدقيق. الا كان عندكم ميزان كديروا هكا كنيت الكاكاو وكتضيفوا الدقيق من الفوق وكتعبر لكم داكشي ديك النواشف كامله 100 غرام. نتمنى ان داكشي يكون يعني فهمتوا كيفاش بغيت نقول لكم. وبالنسبه لكيفاش تنخلطوا غير بشويه، هنا راني مزربه شويه الفيديو. تتخلطوا كتطلعوا من الفوق لتحت هكا حتى يعني كيدخل لكم ديك الكاكاو. حيت
الا بديتو تضربوه بالجهد ديك البيض غادي يهبط، ما غاديش الا هبط فراه الجينواز ما غاديش تنجح معاكم. هنايا الدقيق كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 93 غرام زائد 7 غرام ديال الكاكاو، يعني 100 غرام. تنضيفو شويه بشويه. هنايا راني غادي نقسمو على دفعات، يعني حتى ل5 المرات ماشي مشكل، باش باش يتخلط لينا مزيان. الا ضفنا دقه واحده فراه ما غاديش يدخل لينا في ديك الخليط ديال البيض نهائيا. بالنسبه لهاد الجينواز هادي تقدروا توجدوا بها لي طرونش هكا حلوه، اي حلوه بغيتو توجدوها يعني فيها الجينواز، فخدموا بهاد الجينواز هادي. هاد الجينواز هادي هي اللي معتمده عندي دائما، كنصاوبها وكنخدم بها يعني. وهادو هما المكونات ديال الجينواز. كاين اللي كيضيف واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، يعني الا خاف انه ما طلعش ليه، ولكن انا صراحه ما ضفتهاش. هنايا خديت الصفيحه ديال الفرن، درت فيها ورق ديال الطبخ ودهنتها بعدا قبل هكا بشويه ديال الزبده باش ما يبقاش يمشي ليا ويجي، وخويت فيها الخليط كيف ما شفتوا. غادي نوزعو، غادي نقادو الفران. في هذا الاثناء هذا راني مخليه كيسخن على درجه حراره 180 من الفوق لتحت، ومن بعد غادي نطفي. ملي غادي ندخل الصفيحه غير الوسط غادي نطفي من الفوق غادي نخليه لتحت، وغادي ندير درجه الحراره على 160 درجه. 160 درجه 10 دقائق فرا طابت وخرجتها لانه فيها الكاكاو. بالنسبه للكريمه هنا عندي 3 المعالق عفوا ديال السكر سنيده، وعندي 3 المعالق ديال النشا اللي تيكونوا عامرين بومبي، وعندي هنايا واحد الكيس ديال القهوه سريعه الذوبان اولا معلقه صغيره. انا ما تنخدمش بزاف بهاد القهوه سريعه الذوبان الا في الحلويات، عندي غير القهوه الاخرى اللي كنطيبوها اللي تكون معطره. فملي كنبغي ندير شي حلوه هكا ولا هذا كناخذ هاد لي ساشي هادو اللي تيكونوا غير بدرهم. هنايا ضفت نصف لتر ديال الحليب، وغادي نخلط هاد المكونات كامله يعني هما باردين بحال هكا، وتنديروا على النار باش يعني تعقد معنا الكريمه. بالنسبه للجينواز هنا من بعد ما خرجتها انا شفتها بالسكين واش طابت. 10 دقائق خدات معايا يعني بالتدقيق انا حسبتها. وبالنسبه للصفيحه انا غادي نعطيكم العبار ديالها نكتبوا لكم في صندوق الوصف. صافي. هنا بالنسبه لهاد الكريمه هذه ضفت ليها شويه ديال النكهه ديال القهوه، تقدروا تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش، اللي يعني اللي عندها ضيفها، اللي ما عندهاش بلاش. ولا تقدروا ديروا يعني جوج ديك لي ساشي اولا جوج معالق صغار. شفتوا الكريمه كيفاش كتجي. هنايا غادي نديرها في هذا الاناء هذا وغادي نحطها يعني تدفى شي شويه، وغادي ندخلها الثلاجه باش تبرد. ضروري تبرد مزيان. هاد الكريمه هذه صراحه كتجي لذيذه وسهله واقتصاديه، يعني ما كتاخذش يعني بزاف ديال الوقت ويعني المكونات اللي فيها عندنا في الدار. بالنسبه راني ديجا شاركت معكم واحد كيكرولي بالفواكه الموسميه. راني درت هاد الكريمه عاود بنفس الطريقه بالكريم باتيسيير، ولكن درت هذيك المره بالنكهه ديال الحامض. صراحه جات رائعه لذيذه. نحط لكم اللين في صندوق الوصف. هنا كنغطي الوجه ديالها ضروري بهذا البلاستيك الغذائي باش ما تكونش لي واحد القشره من فوق منها. الناس تقدروا ديروا نفس الكريمه وما ديروش القهوه، ديروا الشوكولاته، يعني لكم الاختيار. تفننوا فيها كيف ما بغيتوا. هنايا خديت واحد الورق ديال الطبخ واحد اخر باش نقلب عليه هذيك الجينواز ديالنا. تنديروا هنايا شويه ديال السكر ثقيل باش يعني ما تلصقش لينا في هذا الورق ديال الطبخ، لانه راها كتكون رطبه وخفيفه بزاف بزاف. يعني تنعطيوها بالخاطر حتى يعني كنقلبوها وتنحيدوا ديك البابي اللي كيكون فوق زعما يعني فاش طابت. ضروري تنحيدو شويه بشويه كيف ما كتشوفوا راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه وما غادي تهرس معكم ما والو. جينواز ناجحه 100%.
وصافي. هنايا غادي نعاود غادي نقلبها في الجهه في الاخر، لانه هذا هو الوجه ديالها اللي غادي ندير من الفوق. ديك البلاصه اللي لتحت هي اللي غادي ندير من الفوق. هنايا خدمت بنفس البابي لا للضياع. هنا صافي قلبتها عاود. غادي نحيد هذا البابي هذا وغادي نروليها، ضروري تروليوها باش تبقى شاده لينا هذاك الشكل ديال كيكرولي. ضروري ديروا هذه المرحله هذه اين تخرج من الفران. راكم شفتوا انا خرجتها غير قاديت ديك الكريمه ودرتها في الاناء باش نحطها باش تبرد صافي وقاديتها. ضروري ما تخليوهاش زعما تقولوا حتى من بعد ولا لا، ديك الساعه كتكون باقا سخونه باقا يعني رطبه. تنخليها تبرد، غير خليوها ما غادي يوقع ليها حتى شي حاجه. هنايا من بعد ما يعني بردات لي الكريمه، هنايا غادي نخفقها شي شويه بالطراب الكهربائي كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره بومبي ديال الزبده، وغادي نعاود نخفقها كيف ما كتشوفوا. في هذه المرحله هذه تقدروا تضيفوا هكا الشوكولا يعني سوداء اولا بيضاء، لكم الاختيار. انا ما كانش عندي صافي ما فاكتفيت بها بحال هكذا، ما ضفت ليها مازال حتى شي حاجه. غير هذاك الشوكولاط الابيض اولا الكحل تيعطيها واحد النكهه زوينه، خصوصا الا كان يعني شوكولا اللي هو غيش شي حاجه اللي زوينه، يعني كتكون النسبه ديال الكاكاو عاليه فيه، تيعطي واحد المذاق رائع. هنايا صافي غادي نخدم دابا الجينواز ديالي، غادي نعمرها كيف ما كتشوفوا. هي كيف ما شفتوا راه ما تقطع معكم ما حتى شي حاجه. هنايا بالنسبه باش غادي نسقيها عندي معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اولا ديك الساشي ديال درهم، وخويت عليه الماء اللي تيكون غليان بحال غادي نصاوبوا قهوه وسقيت به. يعني تقدروا تسقيوها غير بالماء والسكر اللي بغيتو. انا درتها هنايا بالقهوه، النكهه ديال القهوه مع الشكلاط مع الكراميل يا سلام. صافي هنايا كندير الكريمه كيف ما كتشوفوا، وهنا درت لي بيبي شوكولا. انا صراحه كنت بغيت ندير الشكلاط اللي 50% ديال الكاكاو، مي خرجت ورجعت ونسيت ما خديتوش. ديروه واحد المذاق رائع. وهنا درت صوص شوكولا صوص كراميل عفوا، ما عرفت مالي مع الشكلاط وصافي. وغادي نجمع هاد الرولو ديالي كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير لي ديك الكريمه من الفوق حتى هو، وغادي ندخلو المجمد باش يشد فراسو مزيان، يعني واحد ربع ساعه اولا 20 دقيقه صافي. وتنخرجو وتنكمل ليه يعني التزيين ديالو. يعني ما كاينلاش يعني نقادو بزاف ولا هذا، حيت من الفوق غادي نزيد تزيين اخر يعني بلا ما تضربوا باش تقادوه يعني يجي الفينيسيون هو هذاك. المهم انا راه ما عنديش بزاف مع هادشي ديال الباتيسري، ولكن شويه شويه. هنايا خرجتها من المجمد، غادي نديرها في الطبق ديال التقديم. غادي نحيد هاد الجوانب هادو، انا عاد بالي كيبان لكم ما كيبانش لكم، حيت ديك الجناب هكا اللي تيكونوا ما مقادينش صافي، وحطيتها هكا في الطبق ديال التقديم كيف ما شفتوا. وغادي نكمل ليها التزيين صافي. من بعد تناخذ لابوش كندير فيه ديك الكريمه اللي تبقات ليا، وسندير بها هكا وريدات من الفوق، وتنزين بالكاكاو المر كيف ما كتشوفوا. يعني التزيين ديروا اللي بغيتو، والتزيين يعني دائما كنقول لكم ديروا داكشي اللي عندكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكرولي ديالنا كيف ما كتشوفوا. غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي لذيذ. واحد جينواز رطبات تذوب في الفم. جربوه وما تنساوش ليا لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد.
إلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله.